في حكمة الحقيقة عجبتني من ابن باز رحمة الله عليه، والحكمة ديت بتقول: صاحبه كشارب ماء البحر، لا يزال يطلب المزيد ولا يزال ظمأه يزيد. بقول لك ايه، انا يا اخي بفكر افتح مشروع. ده مشروع ايه ده اللي انت بتفكر تفتحه؟ يعني محوش لي بتاع 200 ألف، والحقيقة داخل في دماغي مشروع محل ملابس بيكسب. لا 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 لا، فاكس من الموضوع ده، سيبك منه. ايه ده؟ انا عندي بقى ليك مشروع يكسبك دهب. ده مشروع ايه ده يا ابو العريف؟ قول. يعني بفكر ان مثلا ممكن نستورد اكسسوارات موبايلات من الصين. ايه رأيك؟ بس ده يا اخي هيحتاج فلوس كتير قوي. ايوه هو هيكلفنا حبتين، بس بسيطة يعني سهلة. يا عم سهلة ازاي؟ انا مش معايا غير 200 ألف، ودوت اقل حاجة يدخله في 500 ألف. مشكلة صحيح. طب ايه رأيك لما ناخد قرض من البنك؟ خليني قبل ما ابدأ الحلقة معاك يا صديقي احب اقول لك شيء: ان ربنا ما بيحرمش شيء في الدنيا الا اذا كانت له اضرار علينا، ومش بيحلل لنا اي شيء في الدنيا الا اذا كانت له منافع لينا. واذا اثبت العلم في مرة ان الشيء اللي ربنا محرمه له فوائد علينا، فصدقني غالبا بتكون الدراسة ديت فيها شيء غلط. طبعا كلنا يا صديق عندنا الصاحب اللي هو بيكون سوسراجي في نفسه حبتين، كل ما تيجي تفتح له في مشروع يحسسك ان هو مقفل المشاريع كلها بتاعت الدنيا، وهو اساسا داخل جمعية عشان يسدد كوباية القهوة اللي شربها على الكافيه. وغالبا الصاحب دوت يا صديقي بيكون فعلا رايد لك الخير وقاصد انه ينصحك بصدق، لكن للأسف فكره المحدود وتفكيره السطحي في موضوع المشاريع ديت ممكن تخليه يطلع لك بافتكاسة ويقول لك تعالى ناخد قرض، وانت طبعا على نيتك وحبك فيه وثقتك المفرطة في الشخص دوت اللي هو لا يمكن يضرك، في الآخر تلقى نفسك لو مشيت وراه بتغني ظلموه. فتعالى بقى كده هوت يا صديقي نشوف ايه هي أضرار فوائد القروض، أو بمعنى أصح ايه هي اضرار الربا على الناس. فتعالى هنا هوت لو ناخد عينة من مجتمع ونقسمها لاربع فئات، وتقدر تقول الفئة الاولى هي الفئة الزراعية، والفئة التانية هي الفئة الصناعية، والفئة التالتة هي الفئة الخدمية زي الدكاترة والمهندسين والاشخاص اللي بيقدموا لنا خدمات ما بنقدرش نستغنى عنهم، والفئة الرابعة زي الاطفال والامهات اللي في البيوت. ولو تخيلنا كده هوت ان كل فئة من الفئات ديت مكونة من 5 اشخاص، واحنا هنا هوت بنصغر العينة عشان نعرف نلقي نظرة على موضوع الربا دوت ممكن يأثر ازاي على المجتمع. وتخيل كده هوت مثلا ان فئة من الفئات الاربعة ديت، وليكن الفئة الاولى، ربنا فتح على شخص فيها وبقى معاه فلوس كتيرة، وقرر وقتها ان هو يقرض الناس وياخد منهم فوائد. طبعا الشخص دوت اللي بدأ يسلف الناس وياخد الفوائد دوت ممكن يتكاسل عن دوره في الفئة الزراعية، فبالتالي بتقلل كفاءة الزراعة في المجتمع. فطبعا لما الكفاءة بتاعت الزراعة بتقل في المجتمع بيصبح الطلب أو الاحتياج بيكون أعلى من المعروض، فبالتالي لو كانوا 5 أفراد هم اللي بينتجوا المحاصيل اللي بتغذي المجتمع دوت، فسقط منها واحد لأنه خلاص قرر إنه هو مش هيزرع ويبدأ يسلف الناس وياخد الربا. فدوت بيكون شخص غالبا عاطل، وأثر ساعتها في القوة أو في الكمية المعروضة في السوق، فبالتالي بيكون في احتياج أكتر من المطلوب، فدوت بيؤدي لغلاء الأسعار.
طبعا ناهيك لو كان الشخص دوت من الفئة التانية وليكن الفئة الصناعية وهو اللي واخد القرض دوت وبدأ يتعثر في السداد، فيجي صاحبنا اللي من الفئة الأولى يرفع قضية على الشخص اللي من الفئة التانية ويروح بعد كده هو يطالبه بالفلوس ديت، فهو ما يكونش معاه حق السداد فيبدأ يسجنه. فهنا هوت لو تلاحظ تلقى ان الفئة الصناعية اتأثرت والفئة الزراعية كمان اتأثرت، وما نبنى من موضوع الربا دوت إلا إن المعروض قل أكتر من المطلوب. تعال بقى يا صديقي أخدك لصاحبنا اللي فكر يفتح مشروع وقرر إن هو ياخد قرض. فمبدئيا كده هو لازم يكون عارف إن البنك يعتبر هياكل جزء كبير جدا من أرباحه اللي هي بتبقى رايحة في فوائد البنوك. فصاحبنا دوت غالبا بيكون قدامه حل من الاتنين، يا إما يبدأ يعلي سعر المنتج اللي بيقدمه في السوق دوت فبالتالي هيلقى صعوبة في المنافسة، أو يبدأ يقلل من جودة المنتج دوت عشان يوفر في التكاليف. وممكن كمان يفكر إنه يوفر في التكاليف ديت عن طريق تسريح العمالة، ودوت غالبا برضو بيحصل مع الشركات الكبيرة اللي بتكون واخدة قروض كتيرة ومش قادرة تسددها، فبتحاول إنها تقلل من التكاليف بتاعتها بإنها تسرح جزء كبير جدا من العمالة. ودوت طبعا بيعمل لنا مشاكل في مكتب العمل مع حقوق العمال، لأنهم في الآخر بدل ما بيشتغلوا عدد ساعات مطلوبة منهم بيشتغلوا أزيد من كده هو. وفي الآخر لو تلاحظ يا صديقي إن أغلب الأرباح اللي بتبقى دايرة من الموضوع دوت بتكون رايحة للبنك. فلما تيجي تشوف موضوع القروض دوت يا صديقي وأثره على الناس هتلاقيه زيه زي الربا. فتقدر تقول كده هوت إن الفوائد والقروض ما بيعملوش شيء غير إن هم يغلوا الأسعار ويزودوا الفجوة اللي ما بين الفقير والغني. فاللي عايز أقوله لك يا صديقي، لو أنت بتفكر تبدأ مشروع فياريت تبدأه من رأس مالك أنت وبلاش تتجه للقروض. ولو رأس مالك مش مكمل عندك حل من الاتنين، يا تستعين بحد يدخل معاك شريك، يا إما تشتغل على نفسك لحد لما تكون رأس مال المشروع وربنا يكرمك. معلش أنا عارف إن الموضوع بيكون متعب في البدايات، لكن صدقني الشيء اللي بيجي بصعوبة صعب جدا إنه يروح، لكن الشيء اللي بيجي بسهولة سهل جدا إنه يروح، وللأسف وقتها هتروح معاه. وفي نهاية الحلقة يا صديقي أحب إنك تعمل لي لايك واشتراك، وياريت تكتب لي تحت في التعليقات إذا كنت متفق مع وجهة نظري ولا مختلف، ولو مختلف ياريت تكتب لي مختلف في إيه. وما تنساش كمان تبقى تكتب لي في التعليقات نحب نتكلم في إيه الحلقة الجاية بإذن الله. دمتم في رعاية الله.